السلام عليكم. قبل اي حاجه، يا ريت كل اللي لسه عايش من جماهير النادي الاهلي يطمنا في الكومنتات ان هو موجود وبخير، وان شاء الله يا رب ساعته تبقى بخير. وبعد ما طمنا في الكومنتات يعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وتعالى نخش بقى على المباراه ونحكي ايه اللي حصل فيها واحده واحده مش ورانا حاجه، كده كده الاهلي راجع في الطياره على ما هو يكون وصل مصر واحنا خلصنا الفيديو ده براحتنا. يلا نحكي ايه اللي حصل في المباراه. باشا، لاعبي الاهلي تفننوا في ان هم ازاي يجيبوا جلطات وسكتات قلبيه وخروج عن المله لكل الناس اللي شجعتهم النهارده واتفرجت عليهم. بس عندي سؤال صغير قد كده، هل اللي عمله حسين الشحات في ماتش انتر ميامي يفرق كتير عن اللي عمله اشرف بن شرقي النهارده؟ لا، ده احنا ممكن نسال السؤال بصيغه تانية، هل اللي عمله اشرف بن شرقي النهارده ما يزيدش 10 اضعاف عن اللي عمله حسين الشحات في ماتش انتر ميامي؟ بس هل بقى هيواجه نفس الضغوطات ونفس الانتقادات اللي انتقدها حسين الشحات؟ ولا عشان ده جاي من الزمالك فمش هنعرف ننتقده عشان جماهير الزمالك ما تحفلش؟ باشا، انت النهارده كسبان 4-3 في الدقيقه تقريبا 80، انت عندك فرصه تجيب 3 او 4 تجوان لوحدك. ده بن شرقي لوحده 3 4 انفرادات بالجون. وبعدين يا عم بن شرقي، انت اصلا عندك ميزه. ايه الميزه بتاعتك؟ بتعرف تلعب في المساحات. هتلاقي بقى فين محفل عالمي اكتر من كده، وهتلاقي فين فريق عنده شوارع اكتر من كده عشان تجيب فيها جوان. يا معلم، انت وقت في 3 4 كور انفرادات، انفراد. انا في كوره فيهم انا فاكرها كنت انت رايح زيها في غزل المحله لما كنت في الزمالك، عملتها تشيب من فوق الحارس، جون عالمي. النهارده وقت في 3 4 انفرادات بنفس الطريقه، مش عارف تخلص فيهم كوره. كابتن عمر كمال، يعني الجون فاضي، بس كابتن عمر كمال افتكر ان هو المرمى خالي فما ينفعش يسجل في خاله فما رضيش يجيب جوان. كابتن عمر كمال راجل متدين. زيزو عمل كل حاجه النهارده في الماتش، وده يثبت وجهه نظري ان زيزو ما ينفعش يلعب هاف. باشا، لعب زيزو 8 مساند ما شاء الله عليه عالمي. النهارده عمل كل حاجه، عمل كل حاجه حرفيا، سبب في ضربه الجزاء، مجهود 90 دقيقه من ورا لقدام، كل حاجه عملها زيزو النهارده في الماتش. تريزيجيه زي ما قلت لكم هو وينج عشوائي، بس تريزيجيه عنده مشكله. يا كابتن، يا كابتن، انت لعبت في انديه في البريمير ليج. يا كابتن، انت بقالك 7 8 سنين محترف بره مصر. انت لسه لحد دلوقتي ركبك بتخبط على بعض؟ انت لسه لحد دلوقتي يا كابتن تريزيجيه مش قادر تنسى ضربه الجزاء اللي في ماتش انتر ميامي؟ انت لسه لحد دلوقتي يا كابتن تريزيجيه شايل هم الجماهير والانتقادات لو طلعت من رجلك كوره غلط؟ الناس كلها هتمسك في محمد هاني، في ان محمد هاني مش عارف يغطي الدفاع، في ان محمد هاني مش عارف يعمل يا باشا، النهارده محمد هاني عمل النهارده اسيست بتاريخ مدافعين، بتاريخ باكات شمال. عاش يا كابتن، استمر. هتقول لي السبب في الجون الاول ليهم؟ يا عم عادي، محمد هاني يعني ده هاني، ايه المشكله؟ بس يا جماعه والله العظيم هاني طول الماتش متساب لوحده. هاني مفيش باك بيرجع، مفيش عاد بيرجع يدافع معاه، مفيش، هو واقف لوحده بيواجه مصيره لوحده. كابتن محمد الشناوي تير شتيجن، ايه يا حبي؟ يا حبي الكور سهله قوي، في كورتين فعلا سهلين قوي يا حبي. يا عم الجون الاول ده عادي، لازم يخش فيك عادي طبيعي. الجون اللي بالهيد بتاع سامو ده طبيعي. يا معلم الشوطين اللي من بره المنطقه، يا باشا افرد ايدك، باشا افرد دراعك. هو دراعك فيه مشكله؟ يعني انت تعبان ولا امام عاشور اللي تعبان؟ افرد دراعك يا كابتن. احمد ابني لو وقفناه في الجون الرابع ده هيصده، ولا انت خلاص فقدت الامل فمش فارقه؟ لا لا، المستوى النهارده فريق بيلعب بطريقه جباره. بس الاهلي عنده مشكله، كان عنده مشكله في الماتشين اللي فاتوا انه مش عارف يظبط اللمسه اللي قبل الاخيره توصل المهاجمين للجون. النهارده ظبط اللمسه اللي قبل الاخيره بس بوظ الاخيره، ظبط اللمسه الاخيره بس بوظ الفينش. الاهلي عنده ماشي بمبدا، باشا انا هظبط حاجه التانيه هتخرب، يجي يعدلها من هنا دي تقع، يجي يعدلها من هنا دي تقع. في مشاكل كتير 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 دفاعيا في الاهلي لازم ليها حل. معلم، انت كل باك شمال هتجيبه هتحطه في فرنج علي معلول هيفشل. يا باشا يحيى عطيه الله والله العظيم حلو، والله العظيم يحيى عطيه الله حلو. انت عندك مين في الاهلي زي يحيى عطيه الله مثلا؟ كوكا مثلا؟ طب كوكا بيدافع قوي؟ لا. طب بيزاند قدامه بيهاجم ويعمل كروسات وعرضيات؟ لا. طب ما يحيى عطيه الله وحش في الدفاع بس حلو معاك في الهجوم، هيسد معاك في الهجوم. انت حطيته في نفس الباكيه اللي قارنت بيها علي معلول فلازم هيفشل. باشا علي معلول خلاص بقى، علي معلول يا جماعه هو من احسن المحترفين اللي دخلت مصر، بس خلاص بقى عصره ولا. مش كل باك شمال هتجيبه وهتحطه في نفس الحته دي. باشا انت محتاج باك يمين يعرف يعمل معاك عرضيه، مش عرضيه كل 60 ماتش، يعرف يغطي، يعرف يسد لو هو واقف لوحده. باشا لو واقف لوحده يعرف ينده الهاف اللي قدامه ويرجع دافع معايا، ما بقاش سلبي، ما وقفش ساكت.
انت محتاج مدافعين بجد، لان انت عامل زي اللي عنده من قدام عربيه فراري وعنده من ورا فيات 128. الاهلي بيوصل للجون كتير، ولو رجعنا هنا لنقطه ما ينفعش حاسب المدرب. طب بقى معلش انا ممكن اسال سؤال، حاسب المدرب على انهي اساس؟ باشا انت ممكن تحاسب المدرب لو المدرب ده مش بيوصلك لجون كتير، لو الفرص بتاعتك قليله. لكن معلش يعني، وهل المدرب ده هينزل يجيب جول لنفسه؟ يعني هو اللي ينزل ياخد الكوره يحطها في الجون؟ الراجل وصلك للجون مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه وتسعه ويمكن 10، ده بعد الاربع تجوان مش قبلهم. يا ريت اللي عدى فرص الاهلي يكتب لنا في الكومنتات يعرف الاهلي ضيع كام كوره. يا معلم انت بتضيع كور بطريقه فيها رعونه، لا لا الموضوع مستفز، وده مشكله الفريق اللي كله نجوم. يا باشا كل واحد عايز ياخد اللقطه، كل واحد عايز يقول لك انا موجود، كل واحد عايز يثبت نفسه. ما انا لما اضيع كوره او لما ابوظ كوره، طب ما لا يا عم، طب ما انا في، انا بن شرقي انا اللي اجيب الجون، انا زيزو انا اللي هحاول اعمل الاسيست واجيب الجون عشان اظهر في الصوره، انا تريزيجيه انا. يا باشا كل واحد عايز يقول انا. حمدي فتحي ما ينفعش يلعب في النادي الاهلي وسط الجيل ده. باشا حمدي فتحي رتمه بطيء قوي، هو وقفش في الجيل ده على النادي الاهلي. عرفت ليه كان لازم ديانج يبدا الماتش؟ انت المدرب عنده مشكله واحده بس ان هو بيعاند. انت عرفت ليه كان لازم ديانج يبدا الماتش؟ باشا ديانج لوحده دبابه في نص الملعب، قايم بنص الملعب لوحده بتاعهم لوحده. غلطاتهم كتير في نص الملعب، غلطاتهم كتير في الدفاع، كان لازم تستغل ده من بدايه المباراه. وحلو ان انت في الدقيقه 30 35 طلعت سحبت يا باشا حمدي فتحي ونزلت ديانج. يا جماعه حمدي فتحي راجع من قطر ناس الكوره، ناس الكوره حرفيا. باشا ديانج لو عنده مشكله في الخروج بالكوره بس على الاقل هيعرف يطلق الكوره في نص الملعب، هيعرف يسد لما يكون الفريق اللي قدامك نص الملعب بتاعه قوي بدنيا. انما انت عملت ايه؟ بدات برضه بحمدي فتحي. يا جماعه رجليه مش شايلاه، رجليه مش شايلاه حرفيا. هو بس جرينتا هو يا عم بالراحه يا عم، خلاص خلاص ده زمن ولا عدى عليه. لازم دلوقتي في النادي الاهلي عنده فريق يا باشا، انت عامل جالاكتيكوس حرفيا قدام، محتاج حد في نص الملعب يسد بقى ورا الناس دي. اصل هو زيزو مش كل ماتش هيرجع يدافع، تريزيجيه مش كل ماتش هيرجع يدافع، حسين الشحات وبن شرقي كده كده مش بيدافعوا. فانت محتاج حرفيا نص ملعب يا باشا كساحه الغام. لازم حد يقعد مع المدرب ويفهمه يا جماعه ان حمدي فتحي ده 3 ماتشات وراجع، ديانج ده هو اللي بتاعك. لازم حرفيا. انا بس هنا عندي سؤال لعيبه النادي الاهلي. يا معلم لو ماتش بالميراس وانتر ميامي خلص فوز لبالميراس، يعني لو بالميراس كسب، بالله عليك بالله عليك لو بالميراس كسب فرق واحد، انت كنت محتاج يكسب 2، لو كسب فرق واحد، انت لما تروح كده ان شاء الله الفندق وتاخد الدش المتين وتقعد تتفرج على الفرص اللي ضاعت منك وتسال نفسك، انت هتبقى راضي قدام نفسك على كل الفريق، على كل مجهود الفريق اللي ضاع، وعلى كل الجماهير اللي روحت النهارده زعلانه؟ يا معلم انت النهارده لو بالميراس كسب، جماهير الاهلي كانت هتستناك في المطار. مش هينفع اقول الكلمه اللي بعدها، ابويا هيزعل مني عشان ابويا بيشوف الفيديو بتاعتي. بس حرفيا النهارده لو بالميراس كسب كانت الدنيا خربت، كان الجيل ده اتهد قبل ما يتبني، كان الجيل ده وقع قبل ما يقوم. يا ريت كان بالميراس كسب. اصل ما ينفعش الجيل ده يكمل كده. اكيد مش كل ماتش هيبقى عنده سوء حظ بالطريقه دي، او اكيد مش كل ماتش هيبقى عنده رعونه بالطريقه دي. الفريق ده هياكل الاخضر واليابس في افريقيا. ده يا جدعان برامي ربيعه وحسين الشحات وطاهر وبيرسي تاو كانوا واكل الاخضر واليابس. الموضوع بقى مستفز حرفيا. بس لازم حد يقعد مع اللعيبه دي ويقول لهم باشا انت بتلعب في النادي الاهلي، الاهلي اعلى منك واكبر منك. دي المشكله اللي بتواجهني في الزمالك، ان انا عندي كل واحد بيلعب على مزاجه، كل واحد شايف اللي هو شايفه صح بيعمله. في شلاليه في الموضوع. النادي الاهلي هيبقى فيه شلاليه الايام اللي جايه، لان كل واحد عايز يثبت نفسه، كل واحد عايز يقول انا النجم، كل واحد شايف فيهم ان هو اللي يستحق ان هو يبقى نمبر 1، هو اللي يتبروز. وعرفتوا ليه امام عاشور هو نص الفريق في النادي الاهلي؟ امام عاشور لو موجود النهارده حرفيا كان جاب هاتريك زي اسامه ابو علي. ايه اسامه ابو علي؟ ايه يا معلم؟ يا معلم ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. حرفيا انت مهاجم عالمي على اراضي مصريه. ايه يابا ده؟ بيمينه ماشي، بشماله ماشي، بالهيد ماشي. فان بيرسي الكره المصريه فعلا، فان بيرسي النادي الاهلي زي ما المعلق كان بيقول. بس الراجل مش هيحارب لوحده، هو مش هيحارب لوحده حرفيا. الراجل جاب 3 اجوان وجاب الرابع واتحسب تسلل. النادي الاهلي محتاج حد يخلص كرة قدام. عنده النادي الاهلي عنده اللي يخلص كرة قدام، بس محتاج حد يقعد يقرص ودان اللعيبه دي يقول يا باشا انت بتلعب في النادي الاهلي. غيرك 1000 من يتمنى يمشي، 1000 مليون من يتمنى
يمشي بس قدام سور النادي، حس بالنعمه اللي انت فيها عشان ربنا يبارك لك فيها. الموضوع بقى مستفز. النهارده في ناس حرفيا تعبت. النهارده في ناس قاعده جنبي على القهوه، الراجل وهو بيزعق وبيشتم قلبه هيقف، صوته راح من الزعيق، صوته راح من الزعل والتعب. يا معلم انت 22 مليونير او 11 مليونير في النادي الاهلي بيلعبوا كوره، او من كان ما كانش ملياردير ما بيحسوش بالناس دي، لا في اهلي ولا في زمالك ولا في منتخب مصر. مش اهم حاجه عندي ان انا اخر الشهر المرتب بتاعي هينزل. خلاص بقى هطلع انا كده كده. بص يا باشا انا هحكي لك اللي هيحصل. لعيبه الاهلي هترجع من المطار، هترجع زعلانه، هينزلوا بوستات على الفيس وعلى الانستجرام، احنا بنوعد النادي الاهلي وبنوعد جماهيرنا بان احنا نبذل قصارى جهدنا و80% من الجهد وي 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 وي. وبعد كده يعمل ايه؟ هيقفل تليفونه ويطلع على الساحل، يفصل دماغه اسبوع، 10 ايام، 15 يوم، 20 يوم، شهر، لحد ما عدت التدريبات ماشي، ويروق على دماغه. وانت بتاكل في نفسك. انا عذرك، انا عذرك، انا ببقى زيك كده. انت بتاكل في نفسك، بس هم محدش بيحس بينا. حرفيا والله ما حد بيحس بينا. اللعيبه دي لو حاسه وعارفه ان النادي الاهلي ده هيوقف عنهم المرتب اخر الشهر، اللعيبه دي لو حاسه وعارفه بقيمه النعمه اللي هي فيها، تتقي الله في اكل عيشها. مش كل واحد يقول يلا نفسي. باشا انا باخد فلوس من فريق كوره، مش باخد فلوس عشان انا فريق لوحدي. انت بتلعب في فريق كامل، لازم تتقي الله فيه، لازم تتقي الله في الجماهير اللي بتشجعك. الجماهير الناس اللي عندها شغل الصبح دي سهرانه لحد الساعه 6 الصبح، على فكره هي مطبقه من امبارح. هيروح شغله متاخر، هيروح شغله متنكد، ممكن يتجازى بسببك. وانت هتعمل ايه؟ زي ما قلت لك هتقفل تليفونك وتروح تفصل دماغك، تروق على حالك. ما سافرتش بره مصر تتفسح، تتفسح في الساحل، هتاكل احلى اكل وتشرب احلى شرب وتركب احلى عربيات، ولا كأن الناس دي عايشه، ولا هتعرف ان هم موجودين اساسا. مش فارقه معاك. رساله اخيره قبل ما اقفل الفيديو، احب اشكر نادي الزمالك العزيز على قلبي، الكبير في دماغي، الكبير مقاما وسنا. باشا شكرا، خليك زي ما انت. انا ما ينفعش العب مع الناس دي يا باشا. احنا معانا سيراميكا كليوباترا، غزل المحله، انبي، بتروجيت، زي الفل. خليك يا باشا زي ما انت، ولا تجيبوا صفقات ولا مدير فني ولا تحرقوا دمنا. هنروح نعمل ايه مع الناس دي؟ باشا ده بياكلوا حيوانات في الملعب مش بني ادمين. ورساله شكر اخيره، شكرا للكابتن محمد الشناوي، تير شتيجن الكره المصريه، شكرا للكابتن تريزيجيه، شكرا للكابتن محمد مجدي قفشه، شكرا للكابتن عمر كمال، تحياتي للكابتن بن شرقي. السلام عليكم.